السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول سوري وزوجته أمام القضاء التركي، والخبر الثاني أردوغان يفاجئ شعبه بقرار غير مسبوق سيبدأ العام المقبل، والخبر الثالث غرامة مالية على مواطن سوري حاول تهريب طيور مهددة بالانقراض في أضنة، والخبر الرابع طائرات إسرائيلية ترمي مناشير ورقية فوق سوريا. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. السلطات التركية تعتقل زوج فتاة سورية قاصر ووالديها بعدما أدخلت إلى المشفى في ولاية ديار بكر التركية وهي تعاني من آلام في البطن، وتبين أنها حامل في شهرها التاسع، وأنه تم تزويج الفتاة ذات 13 عاما بشكل غير قانوني. يذكر أن المدعي العام في ديار بكر طالب بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بحق والدي الطفلة والزوج بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة. ولدينا في الخبر الثاني أردوغان يفاجئ شعبه بقرار غير مسبوق سيبدأ العام المقبل. فاجأ الرئيس أردوغان شعبه بقرار غير مسبوق معلنا أنه يخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 100 برميل يوميا في العام المقبل. وتابع أردوغان قريبا سنشعر بوضوح بالآثار الإيجابية لسياسة الفائدة المنخفضة على التضخم. ولدينا في الخبر الثالث غرامة مالية على مواطن سوري حاول تهريب طيور مهددة بالانقراض في أضنة. بحسب ما نشرته وكالة دها، فإن فرق مكتب البيئة والطبيعة وحماية الحيوان التابعة لمديرية فرع الأمن العام في مديرية الأمن الإقليمي داهمت الفرق منزل المواطن السوري علي الدياب، وعثرت على 20 طائرة من الحسون في قفصين منفصلين. وأضافت تم فرض غرامة إدارية قدرها 26 ألف ليرة تركية على المواطن السوري. ولدينا في الخبر الرابع طائرات إسرائيلية ترمي مناشير ورقية فوق سوريا. تداولت صفحات إعلام محلية في جنوب البلاد صور لمناشير ورقية ألقتها طائرات الجيش الإسرائيلي على مناطق محافظة القنيطرة، والتي أكدت من خلالها القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقعا عسكريا تابعا للنظام السوري وحزب الله في تل قليب التابع لمحافظة السويداء. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.